السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب أعزاء طلاب سكندري 1. أهلا بكم في فيديو جديد. معاكم مستر محمد جمال، والنهارده إن شاء الله عندنا جيومتري ليسون 1 وليسون 2. هنكمل ليسون 1 وهنخش على ليسون 2 إن شاء الله، ويلا بينا. أول حاجة هنا عندنا في الفيكتورز، إحنا خدنا الفيكتورز وقلنا الفيكتور دوت، وخدنا حاجة اسمها دايركتد لاين سيجمنت اللي هي الاي بي، اللي بيكون ليها ماجنتيود وليها دايركشن. يعني مثلا أقول لك 5 سنتيمتر in direction of AB، مثلا في اتجاه ال AB، ماشي؟ ده كده ممكن نسميه فيكتور. يبقى ال AB الدايركتد لاين سيجمنت دي بنسميها ايه؟ بنسميها فيكتور. فانا ممكن اسميها فيكتور AB عادي. طيب فيكتور تاني او لاين سيجمنت تانية ماشيه من الاكس للواي، مشيت قد ايه؟ 6 سنتيمتر في دايركشن بتاع الاكس واي، فدي هسميها ايه؟ هسميها فيكتور اكس واي كده. طب لو كانت نفس الاكس ونفس الواي وماشيه برضو 6 بس في الاتجاه ده، هسميها ايه؟ هسميه فيكتور واي اكس. خدت بالك هنا بدات من الاكس واي، رحت قايل اكس واي فيكتور. هنا قلت لك بدات من الواي فقلت واي اكس فيكتور. واكس واي فيكتور نوت ايكوال واي اكس فيكتور. محدش يقول لي هي لا، هنا اكس واي ماشيه كده، اما الواي اكس بادئه من الاكس، فدي كده نوت ايكويفالنت، مش ايكوال فيكتور. طيب في حاجه تانية هناخدها اسمها بوزيشن فيكتور. ايه البوزيشن فيكتور دي؟ مثلا ده فيكتور عادي زي الاي بي، زي الاكس واي، عادي خالص. بس لازم يا شباب يكون ستارت منين؟ من اوريجن بوينت، يطلع فوق بقى عند الايه؟ يطلع فوق هنا مثلا عند بوينت تانية اسمها بي، على حسب بقى. فده بنسميه ايه؟ بنسميه فيكتور. فممكن اسميه فيكتور او اي، او ممكن اسميه فيكتور او بس، ممكن اسميه فيكتور او بي، او ممكن اسميه بي بس. فاكن الزيرو ده ملوش لازمه، لانك الزيرو اصلا ما تيجي تعملها ماينس ملهاش لازمه، ما بتحسبش الزيرو. طيب يعني انا مثلا ممكن اقول لك الاو اي بتتكتب كده مثلا لو داينا، مثلا يتكتب ايه؟ مثلا 5 و3 اهو، او يا ستي 4 و3 اهو. ده كده اسمه ايه؟ اسمه فيكتور او اي. او ممكن اسميه فيكتور اي بس، يعني في ناس تكتبه كده فيكتور اي ايكوال كام؟ ايكوال 4 و3. في حاجه اسمها نورم اوف فيكتور. ايه النورم ده؟ ده عصايتين كده شبه الابسوليوت اللي خدناه زمان، بنسميها ايه؟ بنسميها نورم. طب وبنجيب النورم ده ازاي؟ قال لي زي بايثاغورس ثيرم كده. روت ده مش ده اكس وده واي؟ روت الاكس باور 2 بلس الواي باور 2. يعني كل اللي هتعمليه روت وتعملي ده باور 2 بلس ده باور 2. يعني مثلا لو طلبت النورم بتاع الايه اهو، يلا الاكزامبل اهو يا ستي، يلا هي دي الاو اي بكام؟ ب 4 و3. يلا اعملي بقى روت ال 4 باور 2 بلس ال 3 باور 2، شبه بتاعت بايثاغورس سمستر بالظبط. روت ال 4 باور 2 بلس 3 باور 2 يطلع معاك 5 لينس يونت او 5 سنتيمتر in direction of OA. كده انا جبت مين؟ جبت حاجه اسمها نورم الاي. طيب لو الاجابه بتاعتك طلعت ب1 ممكن نسميه يونت فيكتور. لو الاجابه مش 5 يعني لو طلعت 1 بنسميه يونت فيكتور. طب لو الانسر طلعت معاك بزيرو بنسميه زيرو فيكتور. يعني مفيش فرق جديد، هي اسم بس وخلاص. تعالى بقى نشوف اهم حاجه عندي في الدرس ده، والسؤال ده مهم جدا وساعات بيجي لسيف، فتركز معايا كويس جدا. لو انا معايا فيكتور هسميه مثلا هنا يا لوجي، مثلا هسميه فيكتور A، وليكن مثلا بكام وكام؟ نقول مثلا 3 و3 روت ال 3. طبعا واضح جدا ان هنا الفيكتور A ده consist of x and y، بيتكون من رقمين، رقم في الاكس ورقم في الواي. طيب قال لي في كذا طريقه بكتب بيها الفيكتور. الطريقه اللي قدامك دي consist of x و y بنسميها كارتيزيان فورم، او في ناس بتسميها كوردينيت فورم. يبقى كارتيزيان فورم او كوردينيت فورم. طيب الكارتيزيان فورم او الكوردينيت فورم دي بتتكتب ازاي؟ بتتكتب الفيكتور A او فيكتور او اي زي ما يتكتب يعني، وبنكتبها عباره عن 3 وال3 روت ال 3 عادي كونسيست اوف اكس وواي عادي، يعني الاكس عادي وواي عادي. يبقى لو لقيتي اكس وواي تعرفي ان الشكل ده اسمه ايه؟ كارتيزيان فورم. هسال دلوقتي. طيب لو انا جبت عايز اكتبه بشكل تاني، قال لي في شكل تاني اسمه فاندمنتال فورم. اسمه ايه؟ فاندمنتال فورم. طب الفاندمنتال ده بيتكتب ازاي؟ قال لي زيها بالظبط، زي دي بالظبط، بس بتاخد الاكس اللي هو الرقم الاولاني وتحط جنبيه فيكتور اي دايركشن بلس
بتاخد الرقم الثاني اللي هو مثلا واي واحط جنبيه ايه؟ فيكتور جي، يبقى فيكتور اي مع فيكتور جي. ده كده شكل الفاندمنتال. يبقى عشان اكتب الاو اي بكتبها ازاي؟ قال لي يا مستر في شكل الفاندمنتال الاو اي بتتكتب كده. مثلا لو نكتب الاكزامبل بتاعنا ده، لو هشتغل على الاكزامبل ده هتبقى 3 حط جنبها اي بلس اكتب 3 روت ال 3 وحط جنبيها جي. بس كده؟ خلاص بس كده. كده احنا عملنا ايه؟ كده كتبناها من شكل الكارتيزيان فورم حولناها لشكل الفاندمنتال فورم. احنا اصلا ما عملناش حاجه، احنا كل اللي عملناه نزلنا ده حطينا جنبيه اي ونزلنا الثاني وحطينا جنبيه جي. مش فكره. الثالثه بقى هي اللي فيها شغل، اللي هي بنسميها ايه؟ بنسميها البولار فورم. البولار فورم. طب البولار فورم دي بتتكون من ايه يا مستر؟ قال بتتكون من اوردر ديبير برضه، بس الاولاني ده بتحط هنا النورم، وهنا بتحط مين؟ السيتا 6 ديجري 30 ديجري 50 ديجري على حسب، وده النورم. طب ايه ده يا مستر؟ احنا كنا بنجيب الحاجات دي ازاي؟ النورم ده كنا بنجيبه ازاي؟ كنا بنجيبه بالروت، لسه جايبينها فوق في الاكزامبل. اكس باور 2 بلس واي باور 2. كده جيب النورم وحطه لي هنا في الاول. طيب والسيتا اجيبها ازاي؟ كنا بنجيبها من رول التان، تان السيتا. يعني اعمل ايه؟ يعني تعمل واي على اكس، كنا واخدينها الترم اللي فات. تعمل تان على تان السيتا واي على اكس، تعمل بقى ايه؟ شيفت تان الرقم بتاع الواي على الرقم بتاع الاكس، وتجيب الايه؟ السيتا وتحطها هنا في تاني رقم. تعال نشوف الاكزامبل بتاعنا. طيب تعال نشوف هنعملها ازاي بقى. الاكزامبل بتاعنا فين؟ هو نفس الاكزامبل اهو. عايز احولها من كارتيزيان فورم لبولار فورم. قلنا محتاج ايه يا ادم؟ محتاج حاجتين، محتاج اجيب نورم ومحتاج اجيب السيتا. تعال نجيب اول حاجه النورم بتاع الاو اي. هجيب النورم ازاي؟ ماشي. هجيب النورم ازاي؟ روت الاكس باور 2 بلس الواي باور 2. ادي الاكس باور 2 بلس الواي باور 2. يعني روت الاكس بكام؟ ما هي 3 وروت من 3 روت ال 3 اهو. يلا اعمل معايا بالكالكوليتر بقى. يلا 3 باور 2 بلس 3 روت ال 3 باور 2. شوف تطلع معاك بكام بالكالكوليتر وقول لي. كل معاك كالكوليتر جنبه وايه، والحاجه كلها معاك المفروض، وبتحل معاك. ناقص بقى اجيب مين؟ ناقص اجيب السيتا. مثلا انت لسه قايل لنا السيتا اجيبها ازاي؟ السيتا عن طريق رول التان. تان السيتا، تان السيتا عباره عن ايه؟ واي على اكس. تان السيتا عباره عن واي على اكس. يعني اعمل ايه؟ يعني اعمل كده تان السيتا ايكوال الواي فين؟ بس ما ده الواي وده الاكس. ما هو الرقم ما ده السؤال اللي انا شغال عليه. انا شغال على ال 3 وال3 روت ال 3. ما ده الاكس وده الواي، وانت قلت لنا التان واي على اكس، يبقى ناخد ده على ده. يبقى اعمل ايه؟ 3 روت ال 3 مالك اوفر مين؟ اوفر ال 3 بس. واروح اعمل ايه بقى؟ اعمل شيفت تان 3 روت ال 3 على 3. تطلع الستا بكام؟ ب 60 ديجري بالكالكليتر اللي انت لسه جايبه. طيب عايز بقى خلاص كده خلصناها، حطها في الشكل بتاعتها. قلنا هنا بنحط ايه؟ بنحط في الاول النور، ما احنا لسه جايبينه ب 6. حط بقى ال 6 هنا، ال 6 حطها لي هنا. وبعد كده بتحط السيتا. فين السيتا؟ ما احنا لسه جايبينها اهي ب 6 60. يبقى 6 ديجري. يبقى احنا كده حولناها من فيكتور لمين؟ لكارتيزيان فورم. ماشي. انا دلوقتي لو معايا كارتيزيان فورم اكس وواي بتحط جنبيها اي وجي، اديك حولتها لفاندمنتال. لو معايا كارتيزيان اكس وواي هتجيب النورم الاول بقانون الروت، وبعد كده تجيب السيتا بقانون الثاني. السيتا ايكوال ايه؟ واي على اكس، وتعمل شيفت تان وتجيب الايه؟ الانجل، وخلاص كده خلصت. ماشي. طيب هحل انا واحده كمان وبعد كده دورك انت تحل. اكزامبل معايا الاي فيكتور اي هيدوني مثلا ب 3 ونيجاتيف 3. يلا بينا. تعالى بقى عايز ايه؟ هيقول لك مثلا عايز find the fundamental and polar form. يعني عايز يحول الكارتيزيان بتاعت الاكس والواي دي لمين؟ للشكلين، شكل الفاندمنتال وشكل الايه؟ وشكل البولار. يا عم عبيطه، الفاندمنتال دي هديه، هديه والله. يبقى اكتب كده فيكتور ايه ايكوال، هات يا عم ال 3 وحط جنبيها اي، وهات النيجاتيف 3 وحط جنبيها جي. شكرا، انا كده جبت لك الفاندمنتال من غير ما اعمل اي حاجه ولا اتعب نفسي. طيب البولار فورم بقى هي ممكن تكون مختلفه شويه. هعمل ايه؟ قلنا البولار بيتكون من حاجتين، انا فاكر المستر قال نورم وسيتا. النورم اجيبها ازاي؟ دي سهله قوي. هجيب النورم بتاع الايه بالبايثاغورس كده. روت ال 3 باور 2
بلس نيجاتيف 3 باور 2. وامسك كده الجمله بتاعتك واعمل لي يلا روت 3 باور 2 بلس نيجاتيف روت 3 باور 2 يطلع معاك 3 روت 2. 3 روت 2 كده انا جبت مين؟ جبت النورم يا مستر. خلاص ماشي كده جبت النورم، يبقى 3 روت 2. ناقص بقى السيتا واحطها لك هنا، يبقى انا خلصت المساله بتاعتي بس كده. طب السيتا اجيبها ازاي؟ قلنا تاني السيتا ايكوال ايه؟ واي على اكس، ده القانون. يعني عشان اجيب التاني السيتا محتاج اجيب واي على اكس. فين الواي؟ بنيجاتيف 3 على مين؟ على 3. نيجاتيف 3 على 3 ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 1. بس استنى بقى، استنى لما اجي اعمل شيفت تان، ايوه حته بقى سكندري 1 مهمه جدا، انا قايل السؤال ده مخصوص عشان كده، عشان دي لما اجي اعمل تاني السيتا ما تحطش النيجاتيف 1. طب ليه؟ النيجاتيف ده هيحدد لك الكواد بس، هيحدد لك الكواد مالكش دعوه بيه. يعني انت تعمل ايه؟ يعني تعمل شيفت تان ال1. بتعمل ايه؟ شيفت تان 1 تطلع السيتا بكام؟ تطلع 45. اهدى بقى شويه، اهدى كده وخد نفس. انت معاك السيتا بكام؟ 45. طب بص بقى، هو الرقم ده ايه؟ بوزيتيف، وده ايه؟ نيجاتيف. بوزيتيف ونيجاتيف في انهي كواد؟ يا مستر الاستيك رول، الاولاني كان ده بوزيتيف بوزيتيف، وده كان نيجاتيف نيجاتيف، وده كان نيجاتيف بوزيتيف، وده كان بوزيتيف نيجاتيف. انت بتقولي بقى الاولاني بوزيتيف والثاني نيجاتيف، ده في الفورس يا مستر. طب كنا بنعمل ايه في الفورس يا حبيبي؟ في السكند كنا بنقول 180 بلس، في الثيرد كنا بنقول 180 ماينس، سوري العكس، سوري 180 ماينس ده في السكند، وفي الثيرد 180 بلس. طب في الفورث كنا بنقول 360 ماينس السيتا. يعني انت عايز تقول يا مستر ان بوزيتيف نيجاتيف، الاولاني بوزيتيف والثاني نيجاتيف، معنى كده ان هو في الفورث مظبوط. فمش هينفع اقول 45، هقول 360 ماينس ال 45. تطلع معانا كام؟ تطلع معانا 300 ايه؟ 315. طيب 315 ولا 300 كام؟ ماشي 315 بس. يبقى كده خلاص حولناها، جبنا السيتا خلاص بكام؟ ب 315 ديجري، فتحطها هنا 315 ديجري. يبقى يلا كله بيحل الاكسرسايز ده. 2 find the polar form ال A ب 4 و 4 روت 3. تاني هقولها تاني، انا دلوقتي معايا العكس بقى، عايز اجيب العكس. انا معايا بولر وعايز احولها لكارتيزيان، اعمل ايه؟ البولر قلنا بتيجي بالشكل ده، نورم وايه وسيتا، وعايز احولها للكارتيزيان اللي هي فيها اكس وواي، يعني انت عايز ترجع ده لاكس وواي تاني. طيب هو البولر عباره عن ايه؟ قلنا نورم وسيتا. قال لي خلاص هتمسك النورم اللي هو الرقم ده مره تايم الكوزاين بتاع السيتا دي، ومره تايم الساين بتاع السيتا دي. كده انت جبت الاكس وجبت الواي، يبقى الاكس ايكوال ايه؟ النورم تايم كوزاين السيتا، الواي ايكوال ايه؟ النورم تايم الساين السيتا، واحطهم هنا بس. تعال نطبق الاكزامبل ده اهو. يلا يا باشا، انا دلوقتي عايز ايه؟ عايز اجيب الكارتيزيان. هتعمل ايه؟ قال لك الكارتيزيان عباره عن اكس وواي، صح؟ مش الكارتيزيان عباره عن اكس وواي؟ هجيب الاكس واحطها في الاول، واجيب الواي واحطها في الثاني. الاكس اجيبها ازاي؟ ما قلنا ده اسمه نورم ودي سيتا. خلاص هتعمل ايه؟ قلنا ايه؟ اهي لسه القانون اهو، 8 تايم كوزاين ال 120 مره، و8 تايم ساين ال 120 مره، والكالكوليتر يا جماعه تشتغل. يلا اعمل معايا 8 تايم كوزاين ال 120 تطلع معاك كام؟ نيجاتيف 4. وتمسك المره الثانيه تقول لي 8 تايم ساين ال 120 تطلع معاك بكام؟ تطلع معاك 4 روت 3. يبقى الكارتيزيان عباره عن كام وكام بقى؟ النيجاتيف 4 اللي انا جبتها و4 روت 3. بس كده يبقى انا جبت دوت مره تايم كوزاين ومره تايم ساين. هل في مشكله في الحته دي؟ قشطه، تعال نحل عليها واحده على طول كده، واحنا اللي فوق بقى هي اول سؤال اللي هو في الايه؟ في الاكسرسايز اللي هو ده. يلا نحل دلوقتي الاكسرسايز ده. بيقول لك فاين ذا كارتيزيان فورم، يعني عايز ايه؟ يعني عايز الاكس والواي، ومديني اهو، مديني شكل مين؟ مديني بولر اهو، مديني بولر اهو. يعني دوت ايه؟ ده نورم وده سيتا. بس هو ما قالش ان ده بولر، هو مش محتاج يقول لك انه بولر، ما انت شايف ان ده سيتا اهي اهي. فانت تجيب الاكس ازاي؟ وتجيب الواي ازاي؟ وتعمل بعد كده تحط الاكس هنا وتجيب الواي هنا. يلا اشتغل يلا. اكزامبل كمان يا جماعه.
اكزامبل كمان. لو انا عندي مثلا معايا شكل كارتيزيان، معايا شكل قصدي بولار فورم، مثلا بفور، او نخليها مثلا ب5 والثيتا بتاعتها ب 30 ديجري. هو مديني ايه؟ هنا مديني بولار فورم وعايز يحولها لكارتيزيان، يقول لك فاين ذا كارتيزيان فورم. هجيب الكارتيزيان فورم ازاي؟ الكارتيزيان فورم عباره عن ايه؟ عباره عن اكس وواي، صح؟ انا عايز بقى الاكس والواي، يعني دي عكس المساله اللي فاتت. المساله اللي فاتت كان هنا ايه؟ هنا كان مديني الكارتيزيان ايه؟ وانا عملت ايه؟ انا جبت النورم بالقانون بتاعها وجبت الثيتا بالقانون بتاعها وحولتها لده، صح؟ المره دي بقى عايز العكس، هيديني النورم ويديني الثيتا ويقول لي عايز احولها ارجعها تاني الكارتيزيان. فانا ازاي ارجعها تاني من بولر اللي فيها ثيتا للكارتيزيان العاديه اكس وواي؟ قال لك هنعملها بقانون ايه؟ هتاخد النورم الاولاني ده تعمل له تايم الكوزاين، يبقى انت كده جبت الاكس، اخد ال5 تايم كوزاين ال30 بالكالكليتر، كده جبت الاكس. طب اجيب الواي ازاي؟ ما انت عايز كارتيزيان اكس وواي، طب اجيب الواي ازاي؟ هتاخد ده النورم ده تايم تايم ساين بقى ال30، يبقى ال5 تايم ساين ال30 بس، وعلى الكالكليتر يبقى مره 5 تايم كوزاين ال30 هيطلع معاكي كام؟ هيطلع معايا 5 روت ال3 اوفر 2، ونفس الكلام بس تايم ساين الايه؟ ال30 هيطلع معايا 5 اوفر 2 بس كده. طب بقى نفس الكلام ده على المساله اللي انا اديتها لك. لو انا عندي ادنج بقى لتو الجبريك فيكتور بقى، لو انا عندي فيكتور مثلا زي 2 و 3 وعايز اعمل بلس لفيكتور تاني بي، وليكن فيكتور بي ده عباره عن كام وكام، مثلا اي حاجه، مثلا نقول ايه؟ نقول يا سيدي 2 و1 مثلا، او خليها 2 و 0. دلوقتي ازاي اعمل الفيكتور A بلس فيكتور B؟ قال لي عشان اجيب فيكتور A بلس فيكتور B ده عبط، حاجه سهله جدا. هتمسك الاكس بتاع الفيكتور ده بلس الاكس بتاعت الفيكتور ده، والواي ده بلس الواي ده بس. كل هتعملي ايه؟ هتعملي ال2 بلس ال2 يعمل معاكي 4، وال3 بلس الزيرو اللي هو كام؟ 3. طب اف طلب مني النورم بتاع الادنج بتاعهم، ها اعمل ايه؟ اجيب النورم ازاي؟ يا عم ماشي، ما انت معاك ال3 وال4 اهو، عايز النورم بتاعه يعني اعمل روت، ما احنا قلنا النورم يعني الروت بتاع الرقم اللي احنا جبناه. يعني روت ال4 باور 2 بلس ال3 باور 2 فيطلع معايا 5. يبقى لو عايز ادنج يعني اعمل بلس للتو فيكتور او ماينس يا ستي للتو فيكتور، هتعمل الاولاني بلس الاولاني والثاني بلس الثاني. لو طلب النورم نفس القصه بس تعمل لها بقى روت، ده باور 2 بلس ده باور. ماشي. طبعا في البروبرتي دي يعني معروفه جدا الكوميونتي، انا ممكن ابدل، بدل ما اعمل A بلس B هعمل B بلس A. الاسوجيتيف ممكن اعمل الثاني مع الثالث واللي يطلع اعمله مع الفيرست، او اجيب اول اثنين اعمله مع مش فارقه، هتاخد انهي اثنين الاول مش فارقه. الاديتيف ايدنتي يعني اي فيكتور بلس زيرو هيطلع زيرو اكيد، يعني اي فيكتور هتعمله بلس للزيرو هيطلع نفس، سوري، هيطلع نفس الفيكتور ايه. اي فيكتور بلس الفيكتور زيرو هيطلع معاك نفس الفيكتور ايه. يعني مثلا انت عندك مثلا فيكتور 3 و5 ده اسمه فيكتور ايه، عايز اعمله بلس البلس مثلا زيرو فيكتور، هيطلع ايه؟ هيطلع نفس الكلام، هيطلع معاك برضه 3 و5 نفس الفيكتور. طيب اي فيكتور هتعمله مع الاديتيف انفرس عكس الساين هيطلع زيرو، فاكيد ما انت لو عندك مثلا فيكتور 3 و5 عايز اعمله بلس مع الاديتيف انفرس اللي هو نيجاتيف 3 ونيجاتيف 5، يا مستر ما سهله دي، ما هو 3 مع نيجاتيف 3 يطلع معاك زيرو، و5 مع نيجاتيف 5 يطلع معاك ايه؟ زيرو بس. يبقى الفيكتور ده مع الفيكتور ده يطلع معاك بايه؟ بزيرو فيكتور، بزيرو ايه؟ فيكتور. عبط يعني. يهمني ايه في القصه دي كلها؟ يهمني مساله مثلا زي دي، مثلا دي مهمه ماشي، ممكن ده حاجات زي دي ممكن تيجي في الامتحان. طيب يعملها ازاي دي بقى؟ والله عبط برضه. بص، الايه اهو والبي اهو، هو عايز يعمل ايه؟ 2a بلس 3b. يعني اعمل 2 تايم الفيكتور ايه ديت، يلا اعمل ايه؟ اعمل 2، يلا 2 مره وتايم 2 مره تايم ال5، يبقى انا عايز اجيب 2a بلس 3b. يلا اعمل لي 2 تايم فيكتور ايه؟ 2 باي 2 4 يا مستر، ماشي، و2 باي 5 10 يا مستر، يبقى كده انا جبت خلاص عملتهم تايم 2. هات الفيكتور دي واعملها لي تايم 3 برضه 3 بي، يبقى اعمل ده باي 3 وده باي 3، 3 باي نيجاتيف 3 بنيجاتيف 9.
و3 باي 4 بكام؟ ب 12. بس يبقى احنا كده عملنا ده تايم 2 وعملنا ده تايم 3. انا عايز بقى ايه؟ البلس بتاعهم. يلا 4 بلس نيجاتيف 9 بالكالكليتر يطلع معاك نيجاتيف 5. 10 بلس 12 بالكالكليتر يطلع معاك 22. بس كده. اعمل ايه بقى؟ بس انا عايز اجيب النورم بقى. خلصت خلاص. ماشي. and find the norm. ايه النورم يعني ايه النورم ده؟ يعني عايز النورم، يعني نعمل لها روت يعني الاجابه اللي طلعت لك دي، الاجابه اللي طلعت لك دي كده هاتيها واعملي لها نورم. يعني اعمل لها نورم، يعني اعمل لها روت. يعني روت النيجاتيف 5 باور 2 بلس ال 22 باور 2 واعملها على الكالكوليتر معاك روت ال 509. بس كده. يبقى انا طلبت لك بقى بلس ماينس تايم 2 تايم 3، اعملها عادي خالص وطلع لي الانسر. ماشي. بس هي دي الفكره الثانيه. تعالى بقى نطلع عليها كده ايه اكسرسايز وتحلوا معايا. طلع لي يلا الاكسرسايز بتاع اللي هو 3 ديت. يلا كله بيحل اكسرسايز 3. يبقى انت هتعمل ايه تاني؟ هتنزل ايه زي ما هو ماينس، تعمل 2 الاول تايم بي، 2 تايم ده و2 تايم ده. بعد كده اللي يطلع من هنا اعمله لي ماينس. بعد ما تخلص هو عايز بقى النورم. يعني ايه النورم؟ يعني الروت. يلا اشتغل يلا. اخر حاجه عندي في الليسون ده حته الباراليل والبربنديكولار. بص معايا كده يا جماعه. لو انا عندي ادي ستريت لاين مثلا اهو، او مثلا نقول عليه فيكتور. ماشي. ادي مثلا هنا في فيكتور هنا، وليكن الفيكتور ده اسمه اي بي. فيكتور اسمه اي بي. ممكن اعمله كده، اكتب عليه اي بي فيكتور. وفيكتور تاني اسمه اكس واي. ماشي كده بقى، وكده العكس مش فارقه. المهم فيكتور اكس واي. اللي انا عايز اقوله اني عشان اقول ان التو فيكتور دول باراليل، قال لي لازم تجيب السلوب بتاعهم، السلوب بتاع الفيكتور الاولاني والسلوب بتاع الفيكتور الثاني. لو طلع السلوب بتاع ده والسلوب بتاع ده ايكوال يبقى هم فعلا باراليل. احنا خدناها قبل كده دي، خدناها قبل كده. يعني بص، لو انت واقف كده وزميلك واقف جنبك كده بالظبط، انت مش مايل ولا يمين ولا مايل شمال، وزميلك ولا مايل يمين ولا مايل شمال، يبقى انتوا الاثنين بارل لبعض ولا لا؟ بارل لبعض. ليه؟ عشان انت وزميلك نفس الميل. طب لو انت واقف بس مايل كده وهو واقف عادي، اهو واقف عادي مش مايل، يبقى ده مايل. صاحبك كده واقف معوج شويه وانت واقف مع دول، هل الميلين زي بعض؟ السلوب ده الميل ده هل هو نفس السلوب ده نفس الميل ده؟ لا. فبالتالي دول نوت بارل. باين قوي ان هم مش بارل لبعض، ده معوج باين قوي. فاللي انا عايز اقوله لو جبت السلوب الاولاني وطلع هو ايكوال السلوب الثاني، على طول يبقى تقول لي زير فور يبقى الفيكتور الاولاني ماله ايكوال الفيكتور الثاني. علشان اقول ان الفيكتور ده ايكوال الفيكتور، سوري، عشان اقول ان التو فيكتور دول باراليل، عشان اقول التو فيكتور دول سوري باراليل مش ايكوال باراليل، لازم يكون الاسلوب الاثنين ايكوال بعض. طب لسه الاسلوب ده ايه علاقه الاسلوب يعني؟ الاسلوب بنجيبه ازاي؟ تعالى كده نرجع لورا لبريب 3. الاسلوب كان فيه كذا طريقه، y2 ماينس y1 اوفر x2 ماينس x1. ماشي. او كان في قانون تاني بقى، وده اللي انا عايزه، اللي هو تاني السيتا. اللي هو تاني ايه؟ تاني السيتا. طب احنا لسه قايلين تاني السيتا عباره عن ايه؟ يا مستر مش لسه قايلينها واي على اكس؟ بالظبط. يبقى انا لو جبت واي على اكس كاني جبت تاني السيتا. طيب تمام، كلام جميل. برضه احنا بنقول كل ده ليه؟ عشان بص الاكزامبل ده. هديكي مثلا فيكتور اسمه ايه؟ مثلا يا مستر ب 3 و4. وفيكتور تاني اسمه بي، مثلا يا مستر بكام؟ مثلا نقول ب 9 و 12. يلا. عايز اجيب السلوب الاولاني بتاع الفيكتور ايه؟ ازاي بجيب السلوب؟ قلنا مش ده اكس وده واي. لسه قايل لك من شويه السلوب بجيبه ازاي؟ واي على اكس. واي على اكس، ما هو جايه من قانون التان، تان السيتا واي على اكس. يعني تاخدي ال 4 اوفر 3. ادي ال 4 اوفر 3. طب يلا هاتي لي الاسلوب الثاني، السلوب بتاع البي فيكتور بي.
نفس الكلام واي على اكس، ركزي ها معايا، 12 اوفر 9. لو حطيتيها على الكالكليتر 12 اوفر 9 هيطلع معاكي كام؟ هيطلع معاكي 4 اوفر 3. ايه ده؟ ده طلع 4 اوفر 3 وده كمان طلع 4 اوفر 3. يبقى السلوب ده ايكوال السلوب ده، يبقى زير فور الفيكتور ايه؟ باراليل للفيكتور. يبقى ازاي يا مستر اثبت ان الفيكتور باراليل للفيكتور؟ هات السلوب واي على اكس وهات السلوب واي على اكس. لو طلع السلوب اللي هنا هو السلوب اللي هنا يبقى دول كده ايه؟ باراليل. ما طلعوش ايكوال يبقى ايه؟ نوت باراليل. ماشي؟ طيب جميل. تعال نشوف اكزامبل، تعال نشوف اكزامبل اهو. بيقول لك بروف ان الاثنين دول باراليل. يلا هات لي السلوب بتاع فيكتور ايه. هات لي السلوب بتاع فيكتور ايه. المستر لسه قايل السلوب بجيبه ازاي؟ واي على اكس. الفيكتور ايه اول حاجه هجيب السلوب بتاع فيكتور ايه، اجيبه ازاي؟ واي على اكس. طب الواي بكام؟ الواي ب 8، يبقى اكس وده واي، يبقى 8 على 6 هيطلع معاك بالكالكليتر 4 على 3. يلا هات لي برضه السلوب بتاع مين؟ السلوب بتاع البي، السلوب بتاع فيكتور بي، برضه واي على اكس. يبقى 12 اوفر 9، يبقى نيجاتيف 12 اوفر نيجاتيف 9، برضه 4 اوفر 3. السلوب الاولاني ايكوال السلوب الثاني، يبقى الفيكتور الاولاني باراليل للفيكتور الثاني. لغايه دلوقتي في مشكله؟ طيب الفكره اللي بعديها بقى، انا دلوقتي هجيب مثلا فيكتور ايه، وليكن مثلا بيكون ده 5 وده 7. فيكتور بي مثلا يطلع معاك نيجاتيف 14 وده 10. يلا عايز اقول لك بروف ان دول بيربنديكولار. بص بقى، عشان تثبت ان هم باراليل هتجيب السلوب ايكوال. عشان تثبت ان هم بيربنديكولار قال لي هتجيب السلوب الاولاني M1. M1 يعني السلوب الاولاني، M1 يعني السلوب الاولاني، وتعملوا لي تايم M2. M2 يعني السلوب الثاني. لو طلع المالتبلاي بتاعهم بنيجاتيف 1 يبقى دول كده بيربنديكولار. مستر احنا سمعنا الكلام ده قبل كده في بريب 3 السنه اللي فاتت. بتجيب الاسلوب الاولاني M1 من هنا واي على اكس، والاسلوب الثاني من هنا واي على اكس. لو طلع المالتبلاي بتاعهم نيجاتيف 1 يبقى دول كده ايه؟ بيربنديكولار. طيب ماشي، تعال نجرب. يلا نجرب، يلا نجرب. يلا مالك، تعال نجيب يلا الاسلوب الاولاني. يبقى اجيب هنا ايه؟ M1. يعني ايه M1؟ يعني الاسلوب الاولاني ازاي؟ واي على اكس. الواي بكام؟ 7 اوفر 5، يبقى دي 7 اوفر 5. تعال نجيب M2. ايه M2 ده؟ الاسلوب الثاني واي على اكس. يعني كام اوفر كام؟ يعني 10 اوفر نيجاتيف 14. 10 اوفر نيجاتيف 14 طلع معاك كام؟ قال لك هيطلع معايا على الكالكليتر 5 ودي نيجاتيف 7. تعال نعمل الاثنين كده تايم بعض. هات لي M1 اعملها لي تايم M2. يلا الاسلوب الاولاني 7 اوفر 5 هعملها تايم الاسلوب الثاني اللي هو 5 اوفر نيجاتيف 7. اعملهم تايم بعض كده. ده تايم بعض طلع نيجاتيف 1. يا ابن الذين يا مستر صح. يبقى لما جينا عملنا لهم الاثنين تايم بعض طلع نيجاتيف 1. خلاص وانت مغمض يبقى الفيكتور الاولاني بتاع الايه؟ بيربنديكولار على الفيكتور الثاني بتاع البي. يبقى خلاص الكلام، بتجيب الاسلوب الاولاني واي على اكس والاسلوب الثاني واي على اكس. لو طلع التو سلوب ايكوال بعض يبقى باراليل. لو طلعوا المالتبلاي بتاعهم نيجاتيف 1 يبقى بيربنديكولار. هل في مشكله؟ 17 بيقول لك ايه؟ هنا مديني الفيكتور الاولاني ايه ومديك الفيكتور بي بس مخبي رقم قايل لك ايه وقايل لك ان هما بيربنديكولار. انا هستفاد ايه يا مستر؟ ونفس الفكره بتاع 16 مديني الايه ومديني بي وقايل له ان هما بارل. اقول له ما هو معنى ان هما بارل يا حبيبي يبقى لو جبت واي على اكس من هنا هو واي على اكس من هنا، ما هو دام بارل يبقى الاثنين ايكوال بعض. صح، يعني عكس القانون بتاعنا. يعني تجيبي 5 اوفر ايه ام، ادي الاسلوب الاولاني لازم يطلع ايكوال الاسلوب الثاني اللي هو 10 على 4. واعملي بقى كروس مالتيبيكيشن تجيب الام، خلاص خلصت. الام تطلع معاكي بكام؟ 4 اوفر 5، 4 تايم 5 ديفايدد 10 تطلع معاكي الام 2. يبقى انت ليه خليتهم ايكوال بعض؟ ما انت قايل ان هما بارلل فاكيد الاسلوب ايكوال. طيب هنا بقى انا قايل لك ان هما بيربنديكولار. ادام بيربنديكولار هتجيب الاسلوب الاولاني اللي هو واي على اكس وتجيب الاسلوب الثاني اللي هو واي على اكس وتعملهم تايم بعض وتساوي الاجابه بنيجاتيف 1. تاني هات الاسلوب الاولاني يا لوجي كده. يلا
واي على اكس 4 على 3 اهي 4 على 3. هات الاسلوب الثانيه يا رودينا كده 9 على كي 9 على كي. اعملهم تايم بعض وساوي لي اجابه بنيجاتيف 1 عشان اجيب الكي. طب انا اعملها ازاي؟ ممكن اعمل ده تايم ده وده تايم ده، بقى كده اعمل كروس مالتيبيكيشن او شيفت كالك يا باشا. شيفت كالك، تمسك الكالكوليتر تدوس على، دوس كده اللي هو اكتب كده 4 اوفر 3، يبقى في معايا 4 وانزل تحت اكتب 3 واعمل تايم واعمل فراكشن تاني اكتب فوق 9 وانزل تحت ادوس الفا كالك سوري ادوس قصدي الفا براكت عشان اكتب علامه الاكس، عشان اكتب الاكس دي مش تكتبها كده تكتبها اكس يعني، واخش في الجنب اكتب الايكوال. ازاي اكتب علامه الايكوال؟ كنا بنعملها ازاي فكرنا؟ الفا كالك تكتب علامه الايكوال. ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 1، اكتب نيجاتيف 1. بعد كده ادوس شيفت كالك ايكوال، شيفت كالك ايكوال، تطلع على طول الاجابه على طول الكي. تطلع الكي بكام؟ تطلع معاك الكي بنيجاتيف 12. بس خلاص بكده نكون خلصنا الليسون ده كله كده، والجزء ده خلاص يكون خلص. يلا حلوا لي اكسرسايز 4. اكسرسايز 4 بس هي الفكره بتاعته هو بيقول لك هنا رايت ذا فيكتور اف از ا كوردينيت، وهو مديك الاف في شكل ايه؟ قال لك مشي 10 ماجنتيود، 10 ماجنتيود اللي هو النورم يعني، الماجنتيود ده يقصد بقى النورم اللي هو 10. ومديك كمان الانجل مشي 30 نيرس اوف ايست. نيرس ان ايست يعني ايه نيرس ان ايست؟ الدايركشن بتاعك نيرس ان ايست، ادي النيرس وادي الايست، الانجل هتمشي كده 30. يعني من الاخر معاك الايه؟ معاك النورم ومعاك الايه؟ الانجل. عايز اجيب الكارتيزيان او الكوردينيت، بنعمل ايه؟ اللي بتاعت الاكس والواي يا مستر عارفينها. هتمسك 10 مره تايم الكوزاين و10 مره تايم الساين وتجيب الايه؟ الفيكتور. ولسه حالين واحده عليها مش ماشي. كده احنا بكده نكون خلاص خلصنا الليسون اللي كان معانا اللي هو الفيكتورز. ودلوقتي ده الاكسرسايز 2 اللي يا ريت طبعا نحله هوم ورك، خدها سكرين شوت وحلها البيج دي، ومعاك برضو البيج دي. كان معاكم مستر محمد جمال، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس كده خلاص، سلام.